قصتنا اليوم بترجعنا لآلاف السنين، حكاية ملحمية عن ميلاد مصر من نهر حرفياً صنع أرض كاملة لملك قدر يوحد أمه لحد ما وصلنا لبناة الأهرامات العظام. يعني رحلة بتبدأ من تشكل الأرض نفسها وبتنتهي بانهيار أول مملكة عظيمة في تاريخها. طيب، خلونا نرجع بالزمن، بس مش 100 ولا 1000 سنة، لا، ملايين السنين لورا، قبل الأهرامات وقبل ما يكون في كلمة اسمها مصر أصلاً. تخيلوا المشهد، صحراء وبس، صمت مطبق، وفجأة نهر عظيم بيبدأ يشق طريقه كأنه بيكتب أول سطر في قصة أسطورية. كل القصة بتبدأ من هون. شوفوا، الحكاية مش عن الملوك والفراعنة في البداية، لا، الحكاية عن النهر. النيل ما كان مجرد مياه بتجري أبداً، هو كان البطل الحقيقي، هو اللي صنع الأرض اللي بعدين صار اسمها مصر، هو اللي حول الصحراء القاحلة لجنة خضراء ومهد لأعظم الحضارات. وهنا النقطة الجوهرية، المصريين القدماء ما كانوا يشوفوا النيل مجرد نهر، لا، بالنسبة لهم كان إله حي، كانوا يسموه حابي. كل سنة حابي كان بيفيض، وهذا الفيضان ما كان كارثة، بالعكس كان هدية من السماء، كان بيترك وراءه طبقة طمي أسود خصبة جدا، وهذا الفيضان المنتظم هو اللي غير كل شيء، هو اللي خلى الناس تترك حياة الصيد والتنقل وتستقر وتبدأ تزرع وتبني أول قرى على ضفاف النيل. طيب، الناس استقرت والزراعة ازدهرت، وشوي شوي القرى الصغيرة دي كبرت وصارت تجمعات أكبر، وعلى مدى قرون وبشكل تدريجي جدا ظهرت قوتين كبار على طول النهر، مملكتين كل واحدة بثقافتها ورموزها الخاصة، وطبعا صار بينهم تنافس على مين يسيطر على الوادي كله. كان واضح إنه مصيرهم واحد، لازم يتوحدوا في يوم من الأيام. والانقسام كان واضحا جدا. في الجنوب اللي بنسميه مصر العليا كانت العاصمة نخن، رمزهم كان التاج الأبيض، والإلهة الحامية هي نخبت اللي على شكل نسر. أما في الشمال يعني مصر السفلى، العاصمة كانت بوتو، ورمزهم التاج الأحمر، وإلهتهم واجد اللي على شكل كوبرا. يعني الموضوع ما كان بس جغرافيا، لا، كان صراع ثقافي وسياسي كبير، وكأنه المسرح بيجهز لمعركة الوحدة الحاسمة. ومن قلب هذا الصراع بيظهر البطل، ملك طموح جدا من الجنوب اسمه مينا أو نارمر زي ما بنعرفه كمان. مينا كان عنده رؤية، كان شايف إنه قوة الأرض كلها في وحدتها، ومن هنا انطلق في مهمة تاريخية، توحيد الشمال والجنوب تحت تاج واحد. والكلام ده مش مجرد أسطورة أو حكاية، لا، عندنا دليل مادي ملموس، لوحة نارمر. هذه هي أول وثيقة تاريخية في العالم كله بتسجل ولادة دولة موحدة. اللوحة بتورينا انتصار مينا وهو لابس التاجين مع بعض، الأبيض والأحمر، إعلان صريح وخالد، هنا ولدت مصر الموحدة. مينا ما كان مجرد قائد عسكري، لا، كان مهندس دولة عبقري. شوفوا الخطوات اللي عملها. أولاً، الوحدة العسكرية، استخدم القوة عشان يوحد البلد. بعدين الخطوة الذكية، دمج الرموز، خلط التاج الأبيض بالأحمر وصنع التاج المزدوج. وما وقف هنا، وحد كمان الآلهة الحامية للشمال والجنوب سوا. وآخر شيء، أسس عاصمة جديدة، منف، في مكان استراتيجي بالضبط بين الشمال والجنوب عشان تكون قلب الدولة الجديدة. وهذا الاستقرار اللي حققه مينا هو اللي فجر كل الإبداع اللي جاي. بعد التوحيد دخلت مصر عصرها الذهبي الأول اللي هو عصر الدولة القديمة. نتكلم عن فترة سلام ورخاء ما حصلت قبل كده، وهذا اللي سمح بتوجيه كل موارد البلد لمشاريع بناء، مشاريع ضخمة ما شافها العالم من قبل. البداية كلها كانت من هنا، من هرم زوسر المدرج. لازم نعرف، هذا ما كان مجرد مقبرة، لا، هذا كان أول مبنى حجري ضخم في تاريخ البشرية كله، اللي صممه الوزير العبقري أمحتب. ما كان بيبني قبر، كان بيبني سلم رمزي لروح الملك عشان تصعد للسماء. هذه كانت الشرارة اللي ولعت عصر بناء الأهرامات. والشيء المذهل بجد هو سرعة التطور المعماري ده. تخيلوا، في خلال حوالي 100 سنة بس انتقلوا من أول هرم مدرج بسيط لبناء الهرم الأكبر في الجيزة اللي هو واحد من عجائب الدنيا السبع، وبعده على طول هرم خفرع وتمثال أبو الهول العظيم.
قفزة حضارية هائلة في وقت قصير جدا. طيب، اسمعوا هالرقم: 1,300,000. هذا هو عدد الأحجار التقديري في الهرم الأكبر. بس الرقم ده بحد ذاته صادم، بس هو مش مجرد رقم، هو بيورينا القوة التنظيمية الجبارة للدولة القديمة. تخيلوا القدرة على تنظيم وتنسيق شغل عشرات الآلاف من الناس عشان يحققوا هدف واحد وهندسة واحدة. لكن زي ما التاريخ دايماً بيعلمنا، ما في شي بيدوم للأبد، حتى أعظم الممالك ممكن تنهار. بعد قرون من المجد والقوة دي كلها، شمس الدولة القديمة بدأت تغيب، وشوي شوي غيوم الانهيار بدأت تتجمع في السماء. الانهيار ما كان له سبب واحد، لا، كانت مجموعة عوامل زي العاصفة الكاملة. أولاً، الملك بيبي الثاني حكم فترة طويلة جداً، حوالي 90 سنة، وهذا أضعف السلطة المركزية. في نفس الوقت، حكام الأقاليم قوتهم زادت وصاروا كأنهم ملوك في مناطقهم. وفوق كل هذا حصلت الكارثة الطبيعية، جفاف شديد، والنيل مفاض، وهذا معناه فشل الزراعة، مجاعات، وبالتالي فوضى وانهيار كامل للمجتمع. عندنا شهادة حية ومؤلمة جدا من هديك الفترة، من بلدية اسمها بلدية إيبور. اسمعوا الكلام ده: النهر دم، الفقير صار صاحب ثروة، واللي ما كان قادر يصنع صندل لنفسه صار يملك كنوز. هذا الوصف بيعطينا صورة عن عالم اتقلب رأساً على عقب، كل شي انهار، القانون، النظام، الهيبة، وما بقي غير الفوضى. لكن زي ما بيقولوا، من رحم الفوضى بيطلع نظام جديد، ومن قلب الانهيار ده ولدت بداية جديدة. ملك قوي من طيبة في الجنوب اسمه منتحوتيب الثاني قدر يرجع يوحد البلد مرة تانية، ومن هنا بدأ عصر جديد هو الدولة الوسطى. وهذا بيثبت شيء مهم جدا، إن فكرة مصر كدولة واحدة كانت صارت مترسخة في العقول وفضلت عايشة حتى بعد ما انهارت الدولة نفسها. وهذا بيخلينا نسأل سؤال مهم في النهاية: هل الانهيار العظيم هذا كان نهاية القصة؟ ولا كان مجرد مرحلة انتقالية؟ مرحلة مؤلمة بالضرورية عشان مصر ترجع تولد من جديد، يمكن أقوى وأكثر حكمة. قصة مصر بتعلمنا درس، إن في التاريخ يمكن ما في شيء اسمه نهاية، هي مجرد فصول بتتغير وبتتعاقب، بالضبط زي فيضان النيل، بيجي وبيروح، وفي كل مرة بيترك وراه حياة جديدة.